شخشوخة التفر قسنطينية بمرقة حمراء اللي طيب باللحم والحميصة، والشخشوخة مخدومة في الدار بكسرة السميد. هذا الطبق التقليدي اللي يجمع العائلة، يجي زاكي وبزاف بنين. تبعوا معايا نشوفوا لا غوسيت. ندير 3 مغارف كبار زيت ونزيد عليهم نص مغرفة سمن المرجان، نخليه يذوب ونحط البولي واللحم الغنمي، نحمرهم لي دو كوتي ونخليهم يتلقوا البنة تاعهم. كي يحمروا نزيد حبة بصل ربيتها ونزيد نخليه يتقلى شوية مع اللحم والبولي. نزيد 3 سنات توم، تقدروا ما ديروش ماهوش اجباري، مغرفة كبيرة ونص طوماطيش مصبرة، مغرفة صغيرة معمرة فلفل عكري، وواحدة راس الحانوت، مغرفة صغيرة فلفل كحل، ومغرفة صغيرة معمرة ملح. وراس الحانوت ماهوش اجباري بصح يزيد في البنة. نخلطهم باش تتقلى لا طوماط كونسونطري وتتنحى لها لاسيديتي. ومن بعد نزيد 2 حبات طوماطيش قشرتهم ورحيتهم وكمية تاع الحميصة مشمخة. نزيد عليهم لتر ونص ما يغلي، نحرك شوية ونخلي اللحم يطيب لانه هاد المرقة ما فيهاش الخضرة. كي يجوزو 15 دقيقة نحي البولي باسكو يطيب بالخف ماشي كيما اللحم اللي نزيد نخليه يطيب 15 دقيقة واحد اخرين. وهذه العجينة تاع شخشوخة الدفر، فيها 800 غرام سميد رقيق، شويه ملح، وجمعتها بالماء حتى تحصلت على اون بات كيما تاع الكسره. نخليها تريح على الاقل ساعه، ومن بعد نقسمها على 8 ونزيد نخليها تريح ساعه واحده اخرى. وفلافه نحلها بالحلال ونحطها تطيب على نار متوسطه نص طياب، ولازم تقعد بيضه ما لازمش تحمر. نقطعها كيما راكم تشوفوا، قطعت كميه بهذه الطريقه والباقي كملته بالمقص باش نربح الوقت. نغربلها هاد الفتات باش ما تتعجنليش كي طيب. حطها تفور 20 دقيقه مره واحده باسكو هاد الشخشوخه مخدومه في الدار ماشي اصطناعيه. بعد ما فارت نزيد لها وهي سخونه مغرفه كبيره ونص زبده، نحط كميه في مقله غامقه ولا طاجين كبير، نمرقها ونخليها تشرب المرقه على نار قليله. وفلافه هاي اللي كيفاش جات بزاف بنينه. والفلفل تحبي تغليه 5 دقائق في لاصوص قبل ما تطفي النار، ولا غليه وحده كيما درت انا باش ما تجيكش المرقه حاره.